جالي رسالة على ابلكيشن التيك توك. يوسف بيقول لي هو انا ليه ببقى في التمرين كويس ولما اجي العب ماتش ببقى وحش؟ ده الطبيعي يا وحش، ما تقلقش. الطبيعي بتاع اي لاعب رياضي او اي لاعب كرة قدم او اي حارس مرمى ان هو يكون رايح المباراة مضغوط وشايل حمل على كتافه قد كده، وبيبقى مركز زيادة عن اللزوم في المباراة، مع ان الامر مش مستاهل. يعني انت لو خسرت وجيت المشكلة، يعني اتعلم واكتسب خبرات. ولكن يوسف اللي بيخليه متوتر بالشكل ده ان هو بينزل من البيت يا اما شايل هموم فوق هموم المباراة على كتافه وبيركز زيادة عن اللزوم في المباراة، يا اما بيشتت نفسه بحاجات تانية خارج الملعب. ودي من الاسباب اللي بتمر على حراس المرمى كتير قوي، بتمر على لعيبة كتير قوي، وخاصة اللاعب الرياضي. انت المفروض كلاعب رياضي بيجي لك حاجة اسمها حمى ما قبل المباراة، ودي حاجة صحية جدا. ومع اول باص بيجي لك في المباراة الدنيا دي بتروح وبتبقى 100 فل و14. تعال بقى اقول لك العوامل اللي ممكن تؤدي الى حدوث توتر او قلق ليك في المباراة. اول حاجة ان انت كحارس مرمى او كلاعب كورة لازم تحدد المشكلة بتاعتك. ايه هي المشكلة اللي عندك؟ ومن خلال المشكلة دي بيجي وراها عوامل كتيرة جدا، وهو الوقت اللي بيجي فيه التوتر. امتى الوقت اللي بيجي لك فيه التوتر؟ اثناء المباراة. طبعا في عوامل كتير جدا هنتكلم عنها وهنجيلها دلوقتي، ولكن الوقت اللي بيأثر عليا، الوقت اللي بيجي فيه التوتر، انا امتى بيجي لي التوتر؟ ورقم واحد اللي بيخليني متوتر هو الضغط النفسي اللي بيجي عليا من خلال الجمهور. وطبعا الجمهور له عامل كبير جدا ان هو يأثر عليا. انت لو رميت ودانك وركزت مع الجمهور بره هتخليك مشتت بشكل كبير جدا. فانت مطلوب منك كحارس مرمى او كلاعب كرة قدم ما تديش ودانك لاي حد بره الملعب، ارجوك. طب ايه هي الاسباب اللي تؤدي بشكل افضل في التدريبات؟ يعني الاسباب اللي بتخليني اؤدي بشكل كويس جدا في التدريبات. رقم واحد ان انت ما بيكونش فيه جمهور. غياب الجمهور والضغط الحقيقي، ما بيكونش فيه جمهور وضغط حقيقي عليك في المباراة. رقم اتنين البيئة مريحة، ما يبقاش عليك ضغط، دايما المدرب بيشجعك، دايما اصحابك بيشجعوك، مش عليك ستريس، مش عليك ضغط، مش عليك ان انت لو دخل فيك جون الناس بتعاقبك، لا، الناس حلوه كويس قوم كمل. وده مش بنشوفه في الماتشات، في الماتشات كله بيذبح يا معلم. طيب دي الاسباب اللي بتخليك تؤدي بشكل كويس في المباراه. طب انا ليه التوتر بيجي لي في المباريات؟ الضغط الجمهور ليه عامل كبير جدا، ودي اللي اتكلمنا عليه من شويه. ضغط الجمهور عليك، لازم تتعامل مع الجمهور بشكل احترافي، انك ما ترميش ودانك بره الملعب. وانا لسه قايل التوقعات العاليه، دايما بتتوقع ان انت هتبقى سيء في المباراه، دايما بتتوقع ان انت هتبقى وحش في المباراه. ليه ما تتوقعش وتنزل المباراه وتتوقع انك هتكون افضل لاعب في المباراه؟ تنزل كانك افضل حارس في العالم. لو حطيت في دماغك انك افضل حارس في العالم فعلا هتبقى افضل حارس في العالم. ولكن انت بتنزل مباراه شايل على كتافك حمل كبير جدا. انا الكره دي هتجيلي وانا هغلط فيها، طب استر يا رب، طب يا رب الكره دي ما تجيلي، طب العرضيه دي اطلع ولا ما اطلعش. عوامل كبيره جدا بتبقى في دماغك اثناء حدوث المباراه، بتتوقع فوق طاقتك. طب ايه الحل ليا كلاعب رياضي او كحارس مرمى او كلاعب؟ لازم بيكون في حلول. لازم التدريبات الذهنيه، تتعلم انك تتدرب ذهني، ومدرب الحراس او المدير الفني لازم يشتغلوا معاك على كده. وفي تدريبات كتيره جدا ماليه اليوتيوب، ادخل واعمل سيرش واتمرن عليها بنفسك، مش استنى المدرب هو اللي يمرنك. دي رقم واحد. رقم اتنين كيفية محاكاة ضغوط المباراة. لازم تتعامل في التمرين كأنك في المباراة بالظبط، تتعامل نفس المواقف اللي بتجيلك في المباراة هي اللي بتجيلك في الماتش، نفس المواقف اللي بتجيلك في التمرين هي اللي بتجيلك في المباراة. فانت لازم تتعامل ما لا يحدث في التمرين لا يحدث في المباراة. الحاجات اللي هتجيلك في التمرين 100% هي اللي هتجيلك في الماتش. تمرينات على استلام الكرة تحت ضغط، لازم تتمرن تحت ضغط. لازم المدرب يشتغل معاك ويعمل لك تمرينات توصل بيها لليفل عالي جدا. لازم تتعلم انك تستلم الكرة تحت ضغط حتى في التمرين او في المباريات الودية، عشان لما يجي المباريات الرسمية تقدر تتعامل معاها بشكل كويس. طيب يتعلم يبني الثقة لنفسه. لازم انت كحارس مرمى تتعلم انك يكون عندك ثقة في نفسك، ما تستناش حد يديك الثقة دي لان محدش فاضي يديها لك. هتلاقي المدير الفني مشغول مع الفرود عشان يجيب له جون الماتش الجاي، وهتلاقي مدرب الحراس
مشغول انه يديك القوة العالية، فمش هتلاقي حد يديك ثقة في نفسك. انت ادي الثقة في نفسك، انت قدها وقدود. كمل يا معلم وان شاء الله ربنا يوفقك. التعامل مع التوتر بتمرينات التنفس. في تمرينات كتيرة جدا مالية اليوتيوب، ادخل واعمل سيرش عنها واكتب ازاي اتمرن تمرين تنفس او تشتغل بتمرينات التنفس قبل المباراة. وتمرين التنفس ده انت ممكن تاخد نفس على 4 مرات، تاخد نفس عميق وتطلعه على 4 مرات. ده هيفيدك جدا اثناء المباراة وبعد المباراة وقبل المباراة كمان. الاسترخاء، في لعيبة كتير جدا بتقدر تشتغل على الاسترخاء بعد المباراة. انت انزل او قبل المباراة انزل اعمل تمرينات يوجا او انزل حمام سباحة واعمل استرخاء لجسمك وعضلات جسمك ولمخك ولدماغك عشان تقدر تكمل وما تحبطش بسرعة. ودي كان بعض المشاكل اللي بتواجهني كلاعب رياضي، ان انا اقدر اتعامل مع التوتر بشكل صحيح جدا. كل حاجة لها اسباب وكل سبب ليه حل، وانا يعني بفضل الله قدرت ألم الحاجات دي في فيديو صغير. يا رب الناس كلها تستفاد. ولو الفيديو عجبك فانت لازم تعمل لايك وتشترك على القناة لو لسه مش مشترك.